الشماخ والعربي أكدوا أنهم جاهزون لخوض ملحمة ليبروفيل والعودة إلى الديار بالكأس الغالي. بصراحة يعني الأجواء يعني مناسبة للفريق الوطني. الحمد لله يعني هذه المدة نتاع 10 أيام يعني بالنسبة لنا كافية باش نكونوا في قمة استعداد لنهائيات كأس أفريقيا. غادي نجروا فيها مقابلة واحدة يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، وتنتمنى من الله يعني ان شاء الله نكونوا في قمه ديال المستوى ديالنا ان شاء الله في هذه النهائيات. نحن مستعدون لخوض النهائيات، نتواجد هنا من أجل إكمال آخر استعداداتنا لكي نكون في الموعد ونحاول انتزاع اللقب. هذا يبقى هدفنا كما هو هدف المنتخبات الأخرى. نحن مستعدون بشكل كامل خصوصا من الناحية البدنية، إذ أننا نخوض تدريبا متقدمة تتمثل في تدريبين 2 في اليوم. الأجواء هنا جيدة ونحس أن الفريق بأكمله مستعد لخوض كأس أفريقيا. الشماخ ورفاقه مستعدون تماما. أنا أقوم بتدريباتي مثل كل أفراد الفريق، وأحس أنني جاهز من الناحية البدنية والذهنية، وسأعطي كل ما أستطيع للمنتخب المغربي. مباراتنا أمام تونس ستكون الأولى في هذه المنافسة. سيتوجب علينا إذن تحقيق انطلاقة جيدة وأن نركز في طريقة لعبنا، لأن المباراة أمام تونس تبقى مباراة ديربي، وقد أظهرنا مؤخرا أنه باستطاعتنا الفوز بهذا النوع من المباريات. بالنسبة للكأس الأفريقي كأس أفريقيا الحمد لله الفرق اللي كاينين فهم فرق أقوياء. كما قلت لك نحاولوا نتعاملوا ماتش بار ماتش، وإلا دزنا إن شاء الله من الدور الأول إن شاء الله غادي تكون الطريق إن شاء الله مهدة قدامنا إن شاء الله باش نمشيو لأبعد نقطة كما قلت. سنحاول البحث عن التتويج لأننا نمتلك فريقا جيدا، وأتمنى أن نقدم أداء جيدا لأننا بالفعل نتوفر على